يابا. على العافية يا أم صالح. الله يعافيك يا ابو مزعل. شو يا أم صالح؟ شايفك مثل المقهورة وعابسة وحاطة العقدة بوشك شبراين وطالعة مثل اسكندر ذو القرنين. شوف يا ابو مزعل، من شان الله اتركني بحالي وخذ هالخرفان من قبالي. لا يشبهون عليك فيه. والله يعني هل أبو صالح بيحبك وأبي يقدرش يكسر كلامك، وطول الطريق وهو عم يقول لي ام صالح وام صالح وعملت ام صالح وساوت ام صالح. هلكني بذكرك. ومزعل أنا مالي قليلة عقل لحتى أصدق هالكلام. طيب افرضينا عم نقول مي مي مي، مش أحسن ما يحترق لساننا؟ يعني أبو صالح رح يعمل اللي بدي إياه مشان صباي؟ أبو صالح كل همه رضاكي، مش هيك يا أبو صالح؟ طبعا طبعا. بس يعني مثل ما تقولي أبو صالح أخطأ معك وهلا اقتنيه، هو ندمان ندمان كثير، مش هيك يا أبو صالح؟ في هيك شي. بس هو صاير عم يخطي معي كثير بالمدة الأخرانية. أستة يا دخيلك، كثرة الوقوع والشركلة بتعلم المشي. هاي قولك يا أبو مزعل؟ إلا هي قولي ولو يا أم صالح، أنا بدي أعلمك أنت الست العارفين. بس يعني مثل ما تقولي أنا إلي عتب كبير عليك يا أم صالح. خير إن شاء الله. وشو هو يا أبو مزعل؟ يعني مش عيب عليك تبهدلي جوزك بعد هالعمر وتضربيه بعسل مكنسي مثل الكلب الأجرب؟ يعني بعز شبابه كنت تقليله يا روحي يا عمري يا نظري، وهلق بعد ما زادت شيبته وقلت هيبته وفضيت جايبته وشطت ريالته صرت تكشب وشه وتتطاول عليه. ما كان قصدي هيك يا أبو مزعل. يعني لما كان شاب كنت تدلليه وتجبري خاطره وتداري مشاعره وتغسلي له رجلاه، وهلق بعد ما صار ظهره مثل قوس المنجد ومنخاره مثل سندان السكافي وعيونه عمس الطعميص ونظره خف وصار يلوث بالصحن تلويص وما عندوش لا وش حلو ولا كلمة ناعمة، صرت تقليله يا كركم يا مدربس يا مطيلس يا مقرف. أنا ما كان قصدي، لكن يعني اليوم بعد ما هر شعره وانحنى ظهره وبرد دبره وقل قدره وهرهر واهترى من قدام وورا وما عاد يعرف الزلمه من المرأة، صرت تركبي على ظهره مثل البغل وتطوطحي برجليك؟ يعني فكرك ماله اصدقاء يدافعوا عنه؟ لكن أنا يعني لو ما عمل حاله بين ايديك حمار صبور وتسطح عند رجليك مثل الصرصور؟ ولك اخراس بقى يا ابو مزعل، اخراس وكل هوا. ايه بدي دافع عنك يا ابو صالح، انت صديقة. ما بدي هالدفاع. اخراس بقى وعلى نصتك، فضحتني الله يفضحك. وليش ما بدك هالدفاع بقى؟ ها؟ أنا بدي صالحك مع المرأة. العمى ضربك، ليش هي مصالحة ولا مقابحة؟ يخرب ديارك، في شغلات ما بتعرفها عني ام صالح، نكتها نكت ينكتوا كرارك. أنت على نصتك ها؟ ولا كلمة. أنا بصراحة جاي حتى صالحك، وأنت ما بتعرفش صالحك. بقى وقف مع جنب وبلا قلة أدب. العمى ولك رح يجنني هذا يا عالم. ايه طيب يا أم صالح، تعي تقلك، تعي جاي. أمور يا أبو مزعل. أم صالح، هلق بدنا نحكي على رواق. أنت شو بدك من أبو صالح بالضبط؟ والله يا أبو مزعل المسألة بسيطة وما بدها كل هالعيطة. القصة إنه ابننا صالح حابب يطلع أطفئي، وهالصبي عم بيقاقي ما عم بيلاقي. فقلت له لأبو صالح يا أبو صالح يا ابن الحلال انزل على الشام وبحبش ودور، بركي تقدر تتحشوا بين رجال الأطفئية. لكن هالمعتر قليل الحركة وقليل البركة كمان. طيب يا أم صالح، شو بيقدر يعمل؟ ليكو الثاني ليكو قال شو بيقدر يعمل. طيب اسمع، قلت له جارتي ام دعاس اخو سلفتها بيعرف واحد ثقيل كتير بالشام، وهو كلمته ما بتصير كلمتين، هو من الاصل من هون من عنا من المسيحيه. فقلت له روح لعند ام دعاس خلها تدلك عليه. رفض،
لما رفض قمت انا طلع خلقي. هي كل القصه. بقى بجوز هيك يا ابو مزعل. طيب ولا يهمك، أنا رح أحل لك مشكلتك. شلون يعني؟ أنا راح أمرق لعند أم دعاس وراح أروح معها لعند أخو سلفتها حتى يعطيني العنوان. يعني انت رح تتوسط لي من شان ابني؟ ايه، شو المانع يعني؟ ابنك ابننا، ونحن أولاد ضيعة مستحية وحدة. روح إلهي يطعمك على هوانيتك يا ابو مزعل، ويطولنا عمرك بجاه كل من إله جاه عند رب العالمين. الله يكرمك، الله يخليك. يلا السلام عليكم، بخاطرك هلق. مع السلامة، الله معك يا ابو مزعل. تعال تعال ابو صالح. ام صالح ابديش وصيكي فيه، ابديش. يعني بيظل ابو صالح مهما قلنا عنه بيظل يعني طيب وقلبه مثل نفشة القطن. اي والله. ولا يهمك يا ابو مزعل، الله ابو يخليك. صالح بعيوني. انت بعيوني يا ابو صالح. يعني خلاص صافي يا لبن. ايه، في هيك شي. سبقيني لجوا. عنا قصة وسيري.